تعالى نجهزه مع بعض كده سهرة حلوة كده، سهرة يوم الخميس. نعملها كده تجهيزات بسيطة كده. وهنتجمع كلنا العيلة مع بعض بقى ونقعدوا مع بعض شوية وقت حلوين. وبما اننا كمان يعني بقينا في اجازة نص السنة، في اطفال يعني خلصوا امتحانات، فتقدري تجمعي اولادك كده وتسهروا مع بعض كده في الاجواء كمان الشتوية والاجواء البرد ديت وتقضوا وقت حلو مع بعض. اول حاجة كده انا جبت طبق يعني ايه، يعني ايه، في قلبه كام فتحة، مش فاكرة اسمه راح على بالي والله. افتكرت طبق التسالي معلش والله الواحد خلاص الجو مأثر على الواحد. بسجل الفيديو وانا متكتك من البرد. المهم ايه، هتجيبي طبق التسالي بقى، وفضيت كده اللي هو المقرمشات واللب اللي هو الأطعمة. وحطيت تشكيلة اللب دي كانت حلوة برضو كده، سوداني على لب ابيض على لب اسمر ولب سوري وكده. وفضيت كده شويه من الشوكولاتات اللي احنا كنا شاريينها. وهعمل برضو جنبهم كده كاكاو باللبن. يا سلام بقى لو حطيتي جواه بقى قطعه كده من مكعب الشوكولاته، او ممكن يعني لو مش عندك بقى مكعب الشوكولاته اللي هي الدارك دي، ممكن تحطي معلقه كده من اللي هو بديل النوتيلا. بيفرق معاكي جدا في طعم الكاكاو. آآ وهنعمل برضه برضه عملت برضه حساب أحباب الله برضه كوبايتين كده صغيرين برضه، عشان يعرفوا يشربوا كده ما يبهدلوش الدنيا. وعملنا فشار كده، شوية فشار حلوين كده، سلام بقى لمّا تحطي عليه بقى الأطعمة بقى، شوفي حابة طعم كاتشب، طعم أي حاجة كده، الجبنة. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو.